في كلام ان زمان شيبوب كان بيغير من عنتر بن شداد، وكان بيحاول كتير ان هو يكتب قصايد، وفي مرة واحدة بس اللي كتب فيها قصيدة فعلا وقال فيها ايه: لقد جبت الأرض مشارقها ومغاربها، أحلاها وأمرها، خيرها وشرها، رأيت كبيرها وصغيرها، الغني والفقير، القوي والضعيف، الرفيع والسميك، وعلمت أن الجميع نفسه ينجح. كنسل. يا رجالة عاملين ايه؟ كله لسطة. انا مؤخرا بدأت افكر في كلامي قبل ما اقوله في الفيديوهات، يعني بقيت باخد بالي شوية، مش قوي بس شوية. فقررت ان انا اعمل سلسلة الكنسل دي. سلسلة انا هقعد اعملها لحد ما يجي حلقة هتكنسل بسببها. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، يعني نحاول نوصل ل 100,000 قبل ما نتكنسل، لان مفيش اي حد في الدنيا اتكنسل وهو تحت ال 100,000. مفيش، يعني انا لو كنسلت طب حاجة. كنسل. في ناس كتير بيعملوا نوع فيديوهات كده بيظهر لي دايما هو كلهم مش واخدين نفس الاتجاه ومش نفس الاراء وكل حاجه، بس هما بيتوافقوا مع بعض في الهدف ان كلهم بيعملوا الفيديوهات دي لسبب معين. يعني مثلا في فئه الشباب الحكيمه اللي عارفين الصح من الغلط، اللي مش تافهين، اللي بيقروك على الصح، اللي عايزين ينشلوك من التفاهه والخوف. وفي العكس تماما بقى، الشباب اللي هما بيعملوا فيديوهات عشان يخلوك سالم، عايزينك تبقى عايش حياتك بتحاول ترضي اي بنت، اي بنت في مطلق بقى، عايزها مش عايزها، تقرب لك ما تقربلكش، المهم انت ترضيها. اول واحد واهم واحد، وعشان كده هو اللي هياخد النسبه الاكبر من الحلقه، الحسيني او الحسيني. الحسيني ده اللي بيغني تقريبا اسمه الحسين او الحسين، واسمه حسين عادي فشخ، بس هو حاسس لو الحسين هيبقى ذات قيمه اكتر. عارف انت لما واحد يبقى اسمه محمد سيد، واول ما يبقى حاجه بيبقى اسمه محمد السيد. الحسين، انا لما بقول الحسين بحس ان انا بتكلم في حاجه في الدين، معرفش ليه. حسين حاسس ان هو من الناس المختارين، حاسس ان هو من الناس المميزين في الارض، حاسس ان هو من المليار الذهبي. لو انت بتلف في نفس الدايرة كل يوم ومش لاقي نفسك ومش لاقي اللي انت عاوزه، والأهم من كل ده انك كسول، فانت من دايرة 99% بنسبة كبيرة جدا. انما دايرة 1% دايرة مختلفة تماما. زي ما قلت لك، هو شايف نفسه من الواحد في المية. الواحد في المية احنا كده عرفنا منهم ثلاثة: انا وحسين ودكتور محمود صلاح. العالم 99% منه مسيرين مش مخيرين. امال انت رايح في طريقه، انت بتفكر بطريقه مختلفه. ما انا من 1% دول. بس حسين بصراحة بالنسبة لي هو الراجل صاحب قضية، لأن حسين بيحارب الجهل والغباء، بيقول لك كلام مستحيل أي حد يقوله لك. دور الست لا يقل أهمية نهائي عن الراجل. الست بتشتغل، بتسعى، بتجتهد، عايزة تحقق حاجة في حياتها، وفي نفس الوقت بتخلي بالها من بيتها، أولادها. الست دكتورة، الست مهندسة، الست قائدة مجتمع، الست بني آدمة، الست بتاكل، الست بتتنفس، الست بتعمل ستاند اب كوميدي وحش، بيبقى واخد وضع ان هو بيقول لك حاجة مهمة قوي، في الآخر بيقول لك الست دي زيها زيك، في الآخر حاسس ان انت بتصور صح؟ لا انا اي حد بيقول الكلام ده بجد بيبقى لسه عامل حاجه كارثه مع واحده ست. انا يعني انا دايما لما ببقى قاعد في قاعده وببدا ادافع عن الستات، ببقى لسه في واحد مثلا كسر قدامي فقلت دي سواقه نسوان، ورحت جاري لقيته راجل عادي. او لما تبقى قاعد مع نفسك وتفتكر البنت اللي كانت بتحبك جدا في 2018 وشكلها حلو وبنت ناس، وانت قررت تعمل لها بلوك او تشتمها تسبلها، فبتحس ان انت انسان وحش، فبتروح طالع عامل الفيديو ده. بص يا معلم، انا هجيب لك خلاص. بص حسين ابتدى الفيديو من نصه، اللي هو فتح الكاميرا كده. بص يا معلم، بص يا معلم، انا هجيب لك خلاصة الدنيا دي. خلاصة الدنيا هقول لك كيف بدأ الخلق دلوقتي. انت كلها كام سنة وهتموت، هتطلع بقى ربنا دار الآخرة بقى. لو انت او انتي لسه بتضيعوا وقتكم في الحفلات، في السهر، انت بتلبسي عريان، هو بيحشش مع صحابه، ده بينط على دي عايزه تنط مع ده، الكلام اللي انتوا فاهمينه. حسين بيقول لك تنط وتعط والمصطلحات دي لان هو مش شيخ، لا تفتكروا شيخ ولا حاجه، لا ده واحد قارح مقطعه جالك بعد ما خلص بقى وراح، وكل الكلام اللي انت بتفكر تعمله هو جاي وانتوا رايحين، هو اللي انتوا لسه بتفكروا تاكلوه هو شغال. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بتاع تغيير الخطاب الديني. خلاص بقى الكلام بتاع الشيوخ يا ابني بالحسنى لا بص فكك من العط والكيك، قوم صلي يا ابني لو سمحت، لو في واحده في حياتك ارجوك ما تتخلاش عنها، ما تغزلهاش، خليها فخوره بيك دايما، شيلها من فوق الارض، اعملها احسن معامله في الدنيا. انا عاجبني قوي المزيكا اللي هو مشغلها دي وهو بيتكلم. لو سمحت، لو في واحده في حياتك ارجوك ما تتخلاش عنها، ما تغزلهاش، خليها فخوره بيك دايما، شيلها من فوق الارض، اعملها احسن معامله. تسلم والله، انا تعبك معايا، انا اسف حبيبي يا نجم. ممكن تيجي تتورك هنا على الترابيزه، تتورك على المكتب، تحط رجلك كده تتورك. شيلها من فوق الارض، اعملها احسن معامله في الدنيا،
حبها من قلبك لان انت تستحق ده. انا مش عارف هو ليه عرف ان هي تستحق ده، يعني اقدر ممكن ما كنتش تستحق، بس هو النوع الفيديوهات ده التارجت منه ان هو في الاخر لو صاحبتك شافت الفيديو تحس ان هو خايف عليها اكتر منك. انا فعلا استحق ده، انا المفروض ابقى مع الحسين، بحيث ان هو في اخر الفيديو يقول لك انا اللي حلمت وانت اللي نفذت. بصوا يا شباب، موضوع ان انا مش قادر اكمل حياتي من غير واحده، واصل صاحبتي سابتني، واصل كانت حب عمري، ده لازم يتقفل خالص، ده لازم يتنسف. حاسس ان هو الحوار ده كل دماغي. اي واحده، اي حد بيحب واحده خلاص بقى كفايه عليك. وانا ايه اللي انا عامله ده؟ انا الحسين يخش يلاقيني عامل كده، ما بقاش حمل بقى الحوارات الفكسانه دي. عارف كلمه فكسانه؟ لما واحد بيبقى عنده 35 سنه عايز يعمل فيها شاب. ولا انت حبيتها وقالت لك لا، ردك الوحيد بينك وبين نفسك كراجل يبقى مع السلامه، سلام عليكم. ردك الوحيد كراجل ان انت تبعت لها 700 مسج معروف، تقعد تتصل بيها كل شويه. يعني ده قلب برجوله يعني. قلت له طب انا عملت، طب انا غلطت في حاجه؟ لو غلطت في حاجه اصلحها. اوعى حد يعمل كده، بهزر. محدش يعمل كده حتى لو غلطان. انا اللي بيعجبني دايما في الحسين ان هو منصب نفسه، يعني واخد استحقاقيه ان هو راجل علينا، هو حاسس ان هو ارجل مننا، اللي هو قرف من اللي احنا بنعمله. انت مجنون؟ هو انت مجنون والله؟ هو يعني ايه اصلا انت تبقى راجل عندك لا مؤاخذه تيست وما تتمرنش؟ حاجه غير واقعيه. انت عبيط يالا. امال احنا سيبنا ايه للبنات؟ يعني انت ده لو هو صاحبك وانت مثلا عندك مشكله مع خطيبتك هيقول لك هاتها لي انا هحل لك قعدني معاها انا هحل لك الحوار ده. واول ما يقعد معاها هتلاقيه بيقول لك اطلع انت بره وسيبنا بقى نتكلم، سيبنا بقى خدها كده لوحدها. يقول لها بقول لك ايه، من الاخر انا لو صاحبتي مكاني وعملت النص اللي انت عملتيه ده الحوار مش هيعدي. ما تقدرش تبص لي البصه اللي انت بتبصيها لعمر عشان طيب وبيحبك غلبان، لكن انا اقسم بالله لو مكانه ما تقدرش ترفع عينها. هيقوم صاحبتك بتمطر، يعني هيقوم من جنبها حل المشكله. يعني صاحبتك خلاص هتقدر انت، بس هتحلم بيه بالليل لما تروح. ارجوك ارجع استرجل تاني، ارجوك ارجع ابقى راجل تاني، ارجع اهتم بصلاتك، ارجع اهتم بصحتك، اتمرن، روح جيم، روح اي رياضه قتاليه، خليك غبي، خليك شرس. السبب عامه اللي بيخلي الحسين وامثاله حاسين ان هم رجاله عليكم، مؤهلين ان هم ينصحوك، ان هم بيبقوا نجحوا في حاجه في حياتهم. يعني هو راح الجيم عمل فورمه، او مش لازم رياضه، ممكن يبقى عمل ستور مثلا باع 12 هودي، عمل لوكال براند كده اسمه حياه مثلا، كتب حياه كبيره هنا. فدايما نوعيه حسين دول بتلاقيهم حتى بيقعدوا يحكوا قصه كفاحهم اللي هي ما فيهاش الحد الادنى من القوه ولا الكفاح. سنتين بالظبط انا كنت بشتغل في بنك وكنت بكرهه. جت لي فرصه في مكان جديد، قلت خلاص زي الفل و10 على 10. 5 شهور مفيش شغل، 5 شهور اما كنت فود ريفيور ما كانش حد بيكلمني، 5 شهور بنتي سابتني. لولا الظرف ده ما كانش زماني القوه اللي انا فيها دلوقتي. انا قسما بالله مسحت محلات وسط الدهشور، كنت بروح لهم بقول لهم انا فود ريفيور، ممكن اعمل لكم اعلان وبتاع عشان اي مقابل مادي. طور من شغلك، طور من مخك، طور من ثقافتك، حاضر. ابعد عن الشله الفاسده اللي محدش يجيب سيره الشله، انا ما بحبش حد يجيب سيره الشله. هنعمل عليك ديستراك بتحبطك واللي بتجيب نتائج عكسيه على حياتك. ابعد عن كتر النسوان عشان القليل، بلاش كتر النسوان. 2 3 في الهادي في السيمبل. الفيديو اللي مش لاقيه، بس الفيديو ده بحبه قوي. كان ماسك في مره جوب، باين ان هو لسه مخلص، عينه حمرا، باين ان هو مطبوخ يعني. شايفين ده جنب حشيش لقيته في الشارع من مجموعه شباب واقفين على جنب. بص يا ابني، انت قدامك حلين او طريقين في الدنيا دي، يا اما انك تمشي عدل. فهو شاف العيال ماسكين جوب، راح فشخهم، قال لهم انت عبيط يا عارف انت الواحد اللي بيخش يخش في خناقه فيروح ضربك بالقلم. حسين عنده حاجه جامده فشخ، عنده سلسله فيديوهات اسمها يوميات راجل. يوميات راجل، روتين اليومي، ومش يوميات راجل عادي، يوميات راجل من رجال قليلون. بيقعد بقى في السلسله دي يبين عضلاته الاول، بعد كده هو بيعمل حاجه، بعد كده هو ماسك واحد بيفشخه عشان ما اتمرنش حلو. يعني انت اصلا في 8 اسابيع نازل 8 كيلو، جاي دلوقتي بتقول لي ان انت الاسبوع التاسع عكيت في كله. يعني ايه اللي بالدايت عشان تعمل من كده؟ هو مش مجرد كوتش، هو لو شافك عكيت في الاكل ما اتمرنتش يوم هيجي لك بيتك يدلع لك الست الوالده قدام عينك. المشكله ان هو طريقته دايما هو بيتكلم تعب وشقي عشان يبقى راجل، باين ان هو واحد عانى. سمعنا صح، هو ساعه كتير عشان يوصل لحته ان هو بيتقال له انت راجل عادي. وانا مش بتريق عليه، هو بجد هو بيقول كده، هو شايف كده، هو قال الكلام ده. والله اصعب احساس في الدنيا تحسه انك تبقى ذكر. اصعب احساس تدخل فيه هو انك تبقى راجل. الرجوله اصعب بكتير من ما انت متخيل. انك تبقى ذكر معاناه. عارف انت الناس اللي هم بيبقوا يعني عندهم ميول معينه بس هو ماسك نفسه عشان حرام.
عامة عشان برضه ابقى مديله حجمه، الحسين مش هو اللي اخترع طريقة السعي للجنس دي، في ناس كتير قبله حاولوا ان هم يمارسوا بالطريقة دي، يعني الطريقة دي اللي هي الحكمة والموعظة. في واحد كنت اتكلمت عنه قبل كده من فترة كبيرة كان بيعمل الفيديوهات دي، الواد ده كان واحد كده حلم حياته ان هو يشوف واحد بيهد جدار، طلبه بسيط. فين يا رجاله بتوع الستايل تسقيط البناطيل، عايز بس اي عيل من دول يجي يمسك كده اجنه وشاكوش ويبحث في جدار. ان هو الواد ده كان بيعرف يهد جدار، ده بجد ده كانت شغلانته هو، بس مش فاهم ان دي شغلانه، يعني هو مش فاهم ان انك تهد الجدار دي يعني ما ينفعش تجيب دكتور تقول له انت ما بتهدش جدار يبقى انت الواد ده كان عامل بيف تاريخي مع بنات السوق الشرقي اللي عندهم اكبر واحده عندها 16 سنه. دخلت السوق الشرقي عشان اشتري حلويات غاليه، كل اللي جوه رخيص وملموم عليه دبان، وهنا انا مش قصدي على الحلويات خالص، ان اشوف حاجه. انا هقول نفس الكلمه اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات، هو في الحته دي يا جماعه ما كانش قصده على الحلويات، هو هنا كان قصده على البنات بتوع السوق الشرقي، قصدهم ان هو رخاص يعني وكده، يعني حاجه غاليه في نظر الواحد مفيش، كل حاجه جوه رخيصه. الحاجه الرخيصه بيبقى عليها زحمه، اللي هو انتوا فين يا رجاله بتوع الستايل تسقيط البناطيل، فيها ان انتوا عتاوله. ستايل تسقيط البنطلون ده ام اتش دبور كان انا اهبل. بس اي عيل يجي من دول كده يجي يقف في شمس مثلا ساعه ساعتين، ايه يا عم ده يجي له يا عم ايه عندك انيميا ولا ايه؟ عندك السكر؟ ايه انت بتسحب ميه بشات؟ الواد ده بعد ما هد جدار وبعد ما قال كل ده وبعد ما نصب نفسه الذكر الاول ملك الغابه، في بنت جت قالت له انت مش ذوقنا، اتجننت. رد على البنت اللي هي بتاعت السوق الشرقي اللي فاتحاها جمعيه، من قلب الدنيا فاتحاها جمعيه وجانا مش ذوقها، ما انت فاتحاها جمعيه عايز اخش الجمعيه. قلب الدنيا ميكروباص والدنيا معاها السالكه، فربنا يساعدك. الكومنت المحترم اللي كتبته، شاب انت مش ذوقنا. حبيبه قلبي انا كراجل انا مش ذوق، ليه؟ لان احنا فلاحين، عشان هم بيحبوا العيال مش رجاله، بيحبوا العيال متنيه. فلاحين يا حبيبه قلبي، عينيهم مليانه بحاجه واحده بس، فلاحين يا حبيبه قلبي بيحبوا يشوفوا دايما الحاجه المستخبيه المتقفله، مش الحاجه فلاحين فهمانين برضه، فلاحين برضه عارفين ايه اللي مستخبي ده بلوى. كنسل. وفي برضه مازن لطفي ده على فكره هو فيديوهاته كان عادي ماشي طول حياته بيلبس وبيحاول يبين اكبر كم من مفاتنه قدام الكاميرا بجد، يعني هو بيحاول يبين لك عضله الرجل مع التراي مع الظهر مع الجولاين. جه في مره حس ان ده مش كفايه، حس ان هو محتاج يطلع يعرف الناس ان هو فرط التيست اللي عنده، عايز يعرف الناس ان هو تيست عالي وقد ايه هو راجل شرقي غشيم، فعمل الفيديو الايقوني بتاع هو فين بابا. هو في ايه؟ وانا كل ما افتح تيك توك الاقي فيه هز، الاقي فيه رقص، كله قالع، كله امال مين اللي لابس؟ هو فين بابا؟ بس بصراحه الفيديو ده ايقوني، يعني الفيديو ده انا من الحاجات اللي بسطتني في حياتي. كنسل. على النقيض الاخر بقى في العيال اللي هم بيعملوا الفيديوهات اللي هي بتتمحور حوالين ارضاء البنات، اللي هو مثلا لو في بنت في حياتك وجالها بيريود، يعني اقل فروض الولاء والطاعه والرجوله ان انت تاخد كوبايه. اتعلم لما تيجي تتخانق مع الشخص اللي انت بتحبه تتخانق صح. يعني ايه تتخانق صح؟ يعني ايه؟ تعملوا اي حاجه في بعض، تتخانقوا مع بعض، تضربوا بعض، تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن تسيبوا بعض ده خط احمر. بص انا دايما الناس بتقعد تقول لي هو انت ليه ما بتضحكش؟ انت ليه على طول قافل وشك كده حتى وانت بتهزر؟ انا اول مره هجاوب على السؤال ده ببساطه لان اي حد شكله مدي على اسيوي شويه اول ما بيضحك بيتحول لرئيس كوريا الشماليه، في احسن الاحوال بيبقى شبه الواد اللي هو كان جنب محمد هنيدي، وانا ده بالنسبه لي اكتر منظر مستفز في الحياه، فان انا لقيت واد شبهي بس هو عنده شنب شخصيه وبيضحك، قرر ان هو يبقى بشوش، قرر ان هو يتبشش. افضل انت بقى قول ما جاتش على دي ما جاتش على دي ما جاتش على دي لحد ما انت هتموت وانت مكتوب. انا دي مشكله، انا مشكلتي ان انا لما بضحك بيبقى ده شكلي عامل كده. المشكله ان هو بيتبشش في اي حاجه، يعني الواد انا شفت له فيديوهات بيتبشش في بيقول لك اوسخ حاجه في الدنيا اكتر حاجه قاتله وهو قاعد بتلوم نفسك صح؟ قاعد متضايق ومش طايق نفسك وحاسس ان انت مقصر. مفيش حاجه في الدنيا احسن من زرار البلوك. اي حد يضايقك اديله بلوك. كنسل. في واد بقى تاني، الواد ده هو نفس الحسيني بالظبط، يعني هما الاتنين عايزين يوصلوا لنفس الحاجه بس كل واحد بيسلك طريق اخر. العلاقه بينا لازم تبقى 50-50، مرة أنا غلطان ومرة برضو أنا غلطان، عشان دلوقتي ما بتغلطش، ولو غلطت غلطها في عيوني مش غلط. ماشي سيبك من الشزانة اللي هو بيقولها دي، بص المزيكا اللي في الباك جراوند يا مدلع ليه يا اسطى؟ ليه في شنب في ورا الاغنيه دي؟ يا حلاوتك وانت عامل نفسك ما بقاش عندك مشاعر ولا فارق معاك، وفكرت نفسك ناضج وبطلت تحس، وانت في الحقيقة بتراكم وفجأة ايوه انا براكم، انا عندي مشاعر متراكمه مش عارف هطلعها دلوقتي. انت يا ابني انت عايش جوايا، انت حاسس بيا ايه يا ابني المنظر؟ ميسفش كلنا قاعدين وسهرانين
وبنسأل نفسنا نفس السؤال، كان في ايه في ايدي تاني اعمله وما عملتوش؟ اقسم بالله العظيم عمري ما سالت نفسي السؤال ده، عمري ما حسيت ايه اللي كان في ايدي اعمله وعمله، عمري ما راودني السؤال ده والله. 3/4 الناس كده، محدش بيراود السؤال ده. الواد ده بيستخدم المصطلحات الوسخه، عارف المصطلحات بتاعت العيال اللي ما عندهاش شخصيه. مقضيها سهر ومبوظ مواعيد نومك علشان تكلم شخصك المفضل. في كلام كده انا كل حلقه بكشف لكم كلمه منهم. الحلقه اللي فاتت كانت يا صديقي، الحلقه دي شخصك المفضل. اول ما واحد يقول لك شخصك المفضل، قاعد بكلم شخص المفضل، تعرف انه انسان غبي ما عندوش شخصيه. بشوف الناس بتقول ايه على الفيسبوك وتقول الواد ده بيعمل حاجه غبيه قوي اصلا، ان هو بياخد اي بوست فيسبوك ويروح كاتبه، يعني هو كاتب البوست كامل ويروح قايل في الفيديو الكلام اللي هو كاتبه. يا حلاوتي وانا برفض ادخل اي علاقه علشان اكون لويال لشخص انا مش فارق معاه اصلا. بس هو بيقولها بأداء يعني. يا حلاوتي حلاوتك ايه؟ ليه يا اسطى انا اشوف ده وهو بيقول يا حلاوتي، وانا بطل البوستات دي اللي مفيش غير 2 بيقولوا، البنات ومحمد طارق. يا حلاوتي دي، عارف اللي هو الفيديو بتاعت مش عايز اضايقكم بس انا زي القمر النهارده. لحظه ادراك اني ضيعت اكتر انسان. لحظه ادراك اخر الترم، زنقت نفسي في اخر يومين زي الترم اللي فات. انا حبتني بجد وكانت مستعده تقف قدام اي حد علشاني، بس بغبائي ضيعتها. انتوا فاهمين ان هو بيقرا الكلام ده، عامل سكريبت. رساله للشخص اللي في بالي، انت من طريق وانا برضو من نفس الطريق، وربنا ما حل امك. لحظه ادراك ان الواد ده بيقول دلوقتي بوست كان موجود في 2016 2017، كان من 10 سنين. تحس ان الدنيا كلها بتستقوى عليك في وقت انت مش قادر تتنفس اصلا. الواد ده محتاج يحس ان مفيش اي حد حاسس بالحاجات دي، هو بس اللي حاسس بيها، ومفيش راجل بيتكلم كده. مفيش تعالى بقى انا الحسيني بقى يا اسطى، الدنيا تحس ان الدنيا بتستقوى عليك يا اسطى. لو في بنت، اي بنت شافتك بتعمل كده، انت فرصك في الجنس انتهت، انت كده عمرك ما هتفقد عذريتك في حياتك. وبعدين الواد ده على كل بقى الاحبانه دي والكلام والمصطلحات اللي بيقولها والنصايح والكلام ده، هو بيعمل كابل كونتنت مع واحد صاحبه. شخص بيحاول يقنعني وبيعمل المستحيل عشاني وانه مش زيهم. انا جالي عقده من البشر كلهم ومبقتش اثق في حد. ده الشخص اللي هو بيعمل معاه كده. انت ربنا مديك عقل ومميزك، تروحي تكلمي واحد وتحبيه اسمه احمد او يوسف او محمد مثلا او مصطفى. شوف انت مصاحبه مين عشان نقول اسمه عشان تعملي شير للريل. خدي تعالي، بقول لك ايه، الواد بيحبك وبيموت فيك. هيخزوك ما تسمعش كلامه. بيحبك ليش دعوه، اسمع كلامه بقى. دول الاتنين اللي جوايا، هم دول. اتفضل. انا لما انا اصل انا بصور في الزريبه اهم، واحد بيقول لي كده الواد بيحبك وبيموت فيك. ده قلبي. هيخزوك ما تسمعش كلامه. بيحبك. بعدين المشكله ان الواد ده كده مش نوع الصاحب اللي انت ينفع تعمل معاه تيك توك مثلا، مش اللي هو ده بيبقى انت عارفه في السر كده، عشان هو الوحيد اللي في صحابك اللي بيعرف يتعامل مع اي ديلر. خلاص يا جماعه، عشان انا في واحد صاحبي للاسف جبته عندي وهو دلوقتي قاعد لي مش عارف اطلعه بره. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وفولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. بس كده يا رجاله، سلام. كله على الانستا.